السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم الفراخ البلدي، محشية طبعا الرز المبهر، حاجة كده في منتهى الجمال. كمان هنسووها مع بعض في الكيس الحراري مع تشكيلة كده من الخضار. بسم الله ما شاء الله، طعم وشكل وريحة، الف هنا وشفا. يلا كده نبتدوا. معايا هنا بقى الفرخة البلدي دي، مسكتها، نضفتها، غسلتها، فصلت الجلد كده من اللحم. حطيتها في محلول النقع، ميه على خل على ليمون طماطمايه مبشوره كده. بتسيبيها بقى، او معلقه جنزبيل كمان وفلفل اسود. بتسيبيها ساعه اتنين في الميه، بعد كده بقى بتشطفيها تحت الميه الجاريه. بتصفيها كويس، وبتعملي لها بقى تتبيله المرتة اللي قدام حضراتكم دي: بصلايه مبشوره على معلقه فلفل اسود مكعب، معلقه كده من الملح، وبتمسكيها بقى تدهنيها تدخلي التتبيلة بين الجلد واللحم وفي العظم وفي كل حتة. بعد كده بقى نعمله الرز. معايا هنا معلقتين تلاتة كده من المادة الدهنية، نزلت فيهم ببصلة متقطعة مكعبات، شوحتها كده دقيقتين. بعد كده نزلت بنص معلقة كده من التوم، شوحته كده بسيط. نزلت بقى بكمية الرز، انزلي بكمية الرز المناسبة ليكي. بتقلبي بقى الرز كويس قوي كده لحد ما يتشوح، وتغلفيه كويس في المادة الدهنية علشان لما بتغلفيه كويس ما بيعجنش منك. بعد كده بقى بتنزلي من كل حاجة معلقة كده: كركم، على بابريكا، على فلفل اسود، على كمون، على كزبرة، بهارات مشكلة، وملح، ومكعب بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. قلبت بقى كله مع بعضه بالشكل ده. بعد كده هنزل بالمية، والمية تكون مغطية الرز كده يا دوبك. بعد كده بقى رايح اغطيه واسيبه يستوي نص سوا كده. وبعد كده رايح اخد منه الكمية اللي هحشي بيها الفرخة، والباقي رايح اسيبه يستوي. بعد كده بقى الرز قدام حضراتكم اهو. هبدأ احشي الفرخة تحت الجلد، وانت بتحشي كده حاولي تفردي كده الحشوة تحت الجلد، ما تخليهاش كبسة على بعضيها. بعد ما حشيناها وكتفناها بالشكل ده، معايا بقى كمية الخضار. معايا بطاطس وجزر وطماطم وبصلاية وقرن فلفل كده. بتعملي كمية الخضار المناسبة. حطيتهم كده في صينية، رايحة أقلبهم كلك على بعض. نزلت عليهم بالتوابل: كمون، على كزبرة، فلفل اسود مكعب، بابريكا، كركم، بهارات كده، كل حاجة معلقة صغيرة. نزلت كمان بمعلقتين كده من الزيت ومعلقة من الخل. رايحة اقلبهم بقى كويس كده في الصينية. بعد ما قلبتهم كويس، هبدأ بقى اجيب الكيس الحراري. رايحة ادخل بقى الخضار في الكيس كده، رايحة افرده كده تحت الفرخة. بيبقى طعمه كده رائع جدا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى رايحة اجيب الفرخة بتاعتنا، رايحة ادخلها كده على الخضار. طبعا بتنزل كل الدهون اللي فيها على الخضار، بتديله طعم في منتهى الجمال. بعد كده بقى معايا معلقتين من الصلصة، على معلقة كده من الزيت، حبة فلفل اسود صغيرين، بدهن بيهم بقى الفرخة كده. وكمان معايا هنا في حدود نص كوباية كده من المية، حطيتهم كمان على الخضار. هربط بقى الكيس بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى رايحة أبدأ أديله كده فتحتين علشان الكيس ما يفرقعش. بعد ما اديته فتحتين كده، هبدأ بقى أنزل بمية في الصينية علشان الكيس ما يلزقش. وفي الحالة دي بقى أنا مسخنة الفرن على أعلى درجة حرارة. دخلتها الفرن في حدود كده ساعة ونص. طلعت بالشكل الجميل اللي قدام حضراتكم ده. والله كان بسم الله ما شاء الله الفرخة زي الزبدة بالظبط، وكان طعمها رائع، والخلطة كمان كانت رائعة جدا. ألف هنا وشفا. شايفين بقى الفرخة وشايفين جمالها. بتقدميها بقى زي ما انت حابة، زي ما انت حابة قدميها. شايفين بسم الله ما شاء الله كانت مستوية على آخر درجة. أخدت مني ساعة ونص في الفرن. شايفين الجمال حبايبي؟ لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.